سبحت لله في العشر. المتوقع أن تسير وتسقط، تنجح وترسب، تعلو وتهبط، هذه سنة الحياة. عايز تنجح ما ينفعش تفكر في الراحة. أنا مش هنصحك بحاجة، أنا هقول لك حقيقة مرة. طريق النجاح موحش، وصديقك الأهم فيه هو الوحدة. انت بتعمل ايه عشان تكون ناجح؟ هل يا ترى النجاح سر؟ طب النجاح يعني ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ النجاح كلمة مطاطة ممكن تحتمل أكتر من تعريف، وزي ما قال دكتور إبراهيم الفقي إنها ممكن تحتوي أو تشتمل على أكتر من 600 تعريف، وممكن أكتر من كده أصلا. بس خلينا نكون متفقين إن الهدف بيكون واحد والغاية واحدة، وهي إنك تعمل حاجة هتسعدك أو هتفرحك أو هتحسسك بالسعادة مثلا، مهما اختلفت المسميات لكن يبقى الجوهر واحد. الإنجاز مش دايما بيتقاس بالمقاييس اللي الناس حطاها، يعني مش لازم تبقى مشهور أو معاك ملايين أو عندك شركة عشان نقول عليك ناجح. ممكن تبقى ست بيت مربية أولادها على القيم والمبادئ، وده قمة النجاح. يعني النجاح مش قالب واحد بنمشي عليه، النجاح حالة داخلية مش ميدالية خارجية. الجملة دي مش مجرد بيت شعر، ده مبدأ في الحياة. معناها انك طول ما انت بتحاول توصل لهدف ما تقفش في النص وتقول كفاية كده. طب ليه؟ لانك تقدر توصل لأعلى، بس انت محتاج تصدق انك تستحق الأعلى. مرات بنقتنع بأي فرصة تيجي او اي نجاح صغير، وطبعا الحمد لله دايما، بس القناعة بالمكان اللي انت فيه ده شيء، والطموح لحاجة اعلى شيء تاني خالص. القناعة الحقيقية مش انك تقف، هي انك تشكر ربنا على اللي عندك واللي في ايدك، لكن تطمح لحاجة احسن تستاهلك. مفيش حاجة اسمها حلم كبير عليك. اوقات بنسمع صوت جوه دماغنا يقول انت الطموح ده كبير عليك، خليك في المضمون. بس لازم تسكت الصوت ده. اللي وصلوا قبلنا كانوا بشر زينا عادي، يمكن اقل موهبة اصلا لكن اكثر إرادة. الحلم الكبير مش غلط، لكن الغلط هو انك تحجم نفسك وتعيش طول عمرك جوه دايرة ضيقة. الطريق صعب، ده اكيد في تعب، ده امر مفروغ منه طبعا، بس النتيجة تستاهل. ما تخليش خوفك من الفشل يمنعك من المحاولة، خليك من اللي حلمهم كبير. الحلم الكبير مش للناس المرفهة بس ولا المحظوظين، هو لأي حد مؤمن بنفسه بيشتغل على نفسه ورافض يعيش عمره كله وهو حاسس انه ممكن يكون اكتر من كده. خليك من الناس اللي بتجري ورا احلامها، الطموح ده هويتك. الناس اللي ممكن تقولك خليك واقعي، ما تكبرش الحلم، بس الحقيقة ان الطموح عمره ما كان تهمة. الطموح هو اللي بيعرفك انت مين وعايز تبقى ايه. لما تحلم بشيء كبير ده مش غرور، ده ايمان بنفسك ورغبة انك تعيش حياة تليق بيك. وبس كده، سلام.